عسلامة، رجعنا لكم من موضوع جديد اللي هو موضوع مهم اللي هو الصلاحيات، اللي هي المجالات اللي البلديات عندها فيها تأهيل قانوني باش تمارسها وتطلع بها. والتدقيق في الصلاحيات مهم جدا باعتبار انه تدخل البلدية في مجال لا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية ينجر عليه بطلان القرار، معناتها قرار ما عندوش شرعية قانونية. وموضوع الصلاحيات مهم برشا على خاطر الإلمام والإحاطة بهذا الجانب هو محدد في نفس الوقت لمختلف المسؤوليات بين مختلف الهياكل، سواء كانت بلديات فيما بينها وإلا علاقاتها مع الدولة. والصلاحيات زادة محددة لشرعية النفقات اللي تعملها البلدية. يلزم نعرفوا أن النفقات اللي تعملها البلدية في غير اختصاصاتها أو في غير صلاحياتها القانونية تعتبر نفقات غير شرعية وتترتب عليها مساءلة. والصلاحيات البلدية تتميز بالاتساع وطبعها الأفقي، وتتعلق بمجالات وقطاعات متعددة على عكس الصلاحيات اللي عند الوزارات اللي هي عمودية وتهم قطاع محدد. واتساع الصلاحيات متاع البلدية وامتدادها يجي من تمتع مجالسها بمقتضى الفصل 25 من مجلة الجماعات المحلية بحاجة مهمة اسمها السلطة الترتيبية. والسلطة الترتيبية هذه واسعة تشمل مجالات الشؤون المحلية. والسلطة الترتيبية معناتها القدرة على تنظيم وترتيب مشاغل محلية. الصلاحيات هذه تشمل جوانب التسهيل العادية اللي تضمن سير المرافق وتقديم الخدمات كما النظافة والحالة المدنية، وزاد الجوانب التنموية أو الاستثمار اللي فيها الطرقات والإنارة العمومية والبناءات والتجهيزات. موضوع الصلاحيات هو من أكثر المواضيع حساسية، خاصة زمن الأزمات، على خاطر الصلاحيات هي التي تحدد شكون هي الأطراف المسؤولة عليها واللي يلزمها تصرف وتمول التدخلات وتتحمل المسؤولية. فنلاحظ سابقا تهرب من المسؤولية من مختلف الهياكل المركزية والمحلية عند تهاطل مياه الأمطار لتحديد الجهات المؤهلة لتصريف مياه الأمطار والحد من تداعياتها على حياة المواطنين. ونشوف البلدية تقول خاطيني وديوان التطهير يقول خاطيني، مش مسؤوليتي. ديما في موضوع الصلاحيات نجم نميزوا ما بين ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الصلاحيات الذاتية اللي تنفرد البلديات بالاطلاع بها، كما رفع الفضلات المنزلية وتعبيد الطرقات المحلية والإنارة العمومية. النوع الثاني هو الصلاحيات المشتركة اللي تعملهم البلدية مع السلطة المركزية واللي تبشرهم بالتنسيق والتعاون معها، كما إحداث التجهيزات الرياضية والثقافية والشبابية والبيئية كما المسابح كما الملاعب. النوع الثالث هو الصلاحيات المنقولة من الدولة إلى البلديات، كما إحداث المؤسسات الصحية والتربوية. صلاحيات منقولة معناتها صلاحيات كانت السلطة المركزية اللي تعملها وباش تحولها البلديات باش تعملها عوضا عنها. وتحويل الصلاحيات هذه يكون مصحوب بتحويل اعتمادات ووسائل تتناسب مع الأعباء اللي مش تتحملها البلدية. والتحويل هذا ما هوش كان فلوس، أعباد وماتريال. مجلة الجماعات المحلية حدد الصلاحيات بزوج طرق مختلفة. الطريقة الأولى في تحديد الصلاحيات هي تعداد مختلف الصلاحيات في عدد من فصول المجلة بتاع الجماعات المحلية، كما الفصول 240 241 242 243. الطريقة الثانية تتمثل في الاعتراف للبلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة كل الصلاحيات التي تهم الشؤون المحلية، يعني أن كل اختصاص أو صلاحية عندها طابع محلي ما ثماش نص أسندها إلى هيكل صريح نعتبرها من مسؤوليات البلدية، وهذا اللي نص عليه الفصل 18. الصلاحيات المشتركة والمنقولة من السلطة المركزية نوزعوها بين مختلف أصناف الجماعات المحلية اللي حكينا عليهم اللي هم البلدية والجهة والإقليم، كي يتم تركيزها على أساس مبدأ اسمه التفريع. مبدأ التفريع هذا يعطي الصلاحية إلى صنف الجماعة المحلية اللي تكون هي الأجدر باش تمارسها بحكم حاجتين: قربها من المتساكنين وقدرتها على الأداء الأفضل. هذا يعني أنه مبدئيا التفريع يعتمد معيارين: القرب والقدرة لكل جماعة محلية. فيظهر من خلال تطبيق مبدأ التفريع أن البلدية بحكم قربها من المدارس الابتدائية ومعرفتها بحاجياتها من البنية الأساسية والتجهيزات تعتبر الهيكل الأقدر والأقرب باش تقوم بمهام صيانة المدارس الابتدائية، في حين تكون الجهة الهيكل الأقدر والأقرب في صلاحية صيانة المعاهد الإعدادية والثانوية. أخيراً، تحويل الصلاحيات ونقلها يكون من خلال نقل الاختصاصات الفرعية، مش كل الصلاحيات. ففي الصلاحيات المتعلقة بالتربية مثلاً سيتم نقل مهمة النقل المدرسي أو المطاعم المدرسية أو صيانة المؤسسات
أو بنائها وتهيئتها.